كي حسيتي منين درت لك هاد الوصفه هادي باش الناس يعرفوا؟ هاي حتى الرجل الاخر هاي هذا ندور لها الفاطمه. كي حسيتي برجلك؟ لا مزيانه والله العظيم. والله الا احسن كتحس بالراحه. ملي كنبغي نتورك ركبتي بحال كيضربني الضو وكدرني. دابا الحمد لله. لا هذيك والله الا كنحس بالتغير. سمعتوا؟ يلا الحمد لله. شكرا الله يرحم والديك. بالصحه والراحه، الله يشافيك والله يشافي الجميع يا ربي. وهانتوما باش تسمعوا بودنيكم باش ما تقولوش راني كنكذب عليكم. يلا جربوها ردوا عليا. غادي تبقاو تحسوا داك الالم ما غاديش يبقى فيكم البنات، الالم ما غاديش يبقى نهائيا. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الركبان، المفاصل، الذراعان، بين الكتاف. المهم وصفه زوينه. كنت عطيتكم واحد الوصفه ديال الركبه ديال الكمون والخل. بزاف ديال الناس بقاو كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا عطيتكم يعني من الاعجاب بزاف ديال الناس وجربوها والحمد لله جابت نتيجه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي اختي شنو هو الكمون، بس كيجوني بزاف ديال التساؤلات واش ندير كمون عادي والخل الابيض، الخل عفوا العادي، الخل اللي كطيبوا به كديروه في الشلاضه صافي وكتخلطوه وكديروه. تبعوا الفيديو مزيان باش تشوفوا الطريقه مزيان وتعرفوا تستعملوها. كذلك درت لكم فيديو ديال الشوكه ديال القدمين اللي ما كيقدرش يوقف على القدم كما كتشوفوا. هو هذا الفيديو اللي مازال ما شافش هاد الفيديوهات ويلا جديد في القناه ديالي يدخل يشوفها، واللي كيعرفوا مريض بهذا المرض هذا يعطي هاد الوصفات راها زوينه. اليوم جبت لكم وصفه اللي سهله وفي جميع البيوت باش ما تبقاوش تدوخوا تقولوا شنو هو الكمون، شنو هو هذه، شنو هو الخل، شنو هو سميتو. المهم اليوم نعطيكم هاد الوصفه هذه اللي سهله وزوينه. خليكم معايا ما تمشيو. كما كتشوفوا هاد الوصفه اللي جبت لكم جديده هي هذه سهله وفي جميع البيوت. كما كتشوفوا غادي تاخذوا سنيده، هي كما كتشوفوا سنيده عاديه. غادي تاخذوا الخل الابيض، هذا الخل الابيض عقلوا على الخل الابيض راه موجود. وغادي تاخذوا سكين جبير، سكين جبير. غادي نشدو هاد المواد غادي نخلطوهم على هاد الطريقه. غادي نديرو الخل الابيض مع سنيده، نخلطوه مزيان حتى كتذوب هذيك السنيده. كنزيدو عليها باش تشوفوا كنزيدو عليها سكينجبير، الزنجبيل هاو، وكنحركو مزيان كما تشوفوا. خص المواد يتجانسوا بعضياتهم. الزنجبيل وسكر سنيده والخل الابيض. عرفتي هاد الوصفه هذه راه لا كان فيك الحريق ولا كان فيك الوجع داك الالم لا في اليد ولا في بين الكتاف ولا في الركبه ولا في اي بلاصه كضرك، غادي تستعملي هاد الوصفه هذه وتفكريني وردي عليا الخبر في طاعه. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه اللي غادي تخدموا بها الركبه باش تعطيكم المفعول. يلا على بركه الله. كما كتشوفوا هنايا غادي نشدوا هاد الوصفه هذه اللي عطيتكم وغادي نديروها على الطريقه كي قلت لكم في اليد ولا خدموا بالمعلقه، لان هذا المعدن هذا كيعطي واحد الطاقه للذات. شوفوا والله العظيم الا الوالده دارتها ودرتها لها دارتها في رجليها وكانت كتحرقها ما كتقدرش تطوي الرجل ديالها، ودابا الحمد لله والله الا ولات كتطوي رجليها ولات كتمشى فيها مزيان. كما كتشوفوا جربوها وغادي ترحموني عليها صافي. وكتبقاو تخدموا بالمعلقه لان المعلقه كتعطي طاقه زوينه للذات. لان هذيك الوصفه اللي كنت عطيتكم ديال الركبه الحمد لله بزاف ديال الناس اللي وافقاتهم وشكروني عليها. راني حطيت لكم الفيديو في الاول ديال الفيديو صافي. كنخدموا على الطريقه تنعمروها مزيان. وكو قلت لكم ماشي غير في الركبه، راه ممكن تستعملوها حتى في اليد ديالكم. هنايا في هذه البلاصه هذه كاين بزاف اللي كضرهم هذه البلاصه هذه. هذه حتى هي كدهنوا بالطريقه اللي وريتكم من الركبه، كدهنوا هنايا ولا في الكعبه لتحت حتى هي
يعني هاد الوصفه اي بلاصه كضركم رجليكم يديكم بين الكتاف ديالكم غادي تستعملوها. صافي ملي كنساليو كندهنو كنبقاو نحركوا المعلقه على الطريقه هذه. ان شاء الله الله يشافي الجميع، وان شاء الله غادي تحسوا بالراحه وانتم جربوها وردوا عليا الخبر. صافي ملي كنساليو من الاحسن تستعملوها بالليل. ممكن تستعملوها بالنهار، ولكن من الاحسن تستعملوها بالليل باش الذات كتكون مرتاحه. دابا غادي نديرو الفصمه بطريقه باش كتبقى داك الوصفه كتبقى مزيانه، باش ملي تنعسوا ما غاديش تحل لكم ما تحليكمش ما تمسح لكمش الوصفه. صافي كنشدوها عندكم رجليكم بجوج كتستعملوهم في رجليكم بجوج. المهم هاد الوصفه كنتمنى انكم تجربوها، راها زوينه بزاف وغادي تحسوا بواحد الراحه. الناس اللي كيعانيو من الالم الله يحسن العوان، راني مجربه الناس اللي كيعانيو كنشوفهم مساكن فاش كيبقاو يتحركوا وكيضرهم المفاصل ديالهم، خصوصا الركبه الناس اللي مكيقدروش مساكن يزيدوا. ايوا صافي تبعوا هاد الطريقه، والصباح غادي تغسلوا تنوضوا الصباح تغسلوا رجليكم وغادي تعاودوها شحال ما بغيتو. المهم هي شوفوا انا غادي نقول لكم في 5 دقائق 6 دقائق حتى ل 10 دقائق غادي تبقاو تحسوا داك الالم ما غاديش يبقى فيكم البنات. الالم ما غاديش يبقى نهائيا، عن تجربه انا كنقول لكم عن تجربه. وصافي والصباح تعاودوها. حسيتو صافي ما مشى الحريق صافي بلا ما تعاودوها، حسيتو بالحريق باقي شي شويه عاودوها حتى تحسوا ان شاء الله ما يبقاش فيكم الحريق. والله يشافي الجميع وكنتمنى لكم الشفاء، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها زوينه بزاف. وانتظروا مازال نعطيكم وصفات كثار. الحمد لله كاع الوصفات اللي كنعطيكم ديال بحال هاد مازال كاينه واحد الوصفه زوينه حتى هي ديال الركبه وديال القدم حتى هي زوينه. انتظروا الفيديو يجي ان شاء الله غادي نحطها لكم باش كلشي يستافد منها. ومع الف سلامه وشكرا لكم، وما تنساوش لايك واشتراك وضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد من قناه إليكم.